بزاف د المرات كنسمعوا مشاكل يا العجوزه يا اللوسه يا الراجل طلع قبيح، ولكن هاد المره لا. السلام عليكم احبابي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير دائما ان شاء الله. وقبل ما نبداو في القصه نذكركم في الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب تشجيعا لخطكم في بدايه الطريق، ونبداو على بركه الله. نعرفكم براسي، انا منيا، انا انسانه طموحه، عشت في واحد الاسره اللي فيها ما بين ولاد وبنات، اسره عاديه، ولكن كنت انا وسط منهم ديك الانسانه اللي طموحه وباغا نوصل، انسانه اللي قريت وبغيت نوصل، وبغيت اني نكون عندي وظيفه ومستقله براسي وماديا نكون مزيانه. هي داكشي اللي درت، كافحت، قريت، وصلت داكشي اللي باغا كامل، توظفت، تعرفت على شخص اللي هو طيب، كان مزيان وكان نفس الطموح ديالي، حتى هو قرا وصل وخدم. المهم كنا حنا بجوج بينا موظفين، تعاوننا مع بعضياتنا وتوكلنا على الله وتزوجنا وكنا أسرة أنا وياه. صراحة كنا متفاهمين، غادي مزيانين، الحياة ديالنا على ما يرام. بقات غادا الحياة أنا وياه، ولدنا جوج وليدات، بقات غادا الحياة مزيانين متفاهمين، ما خصنا حتى شي حاجة. ولكن ملي كتكوني مزيانة ضروري عطلع لك شي حاجة اللي ما كتعرفها. من طلعت لك كيكون شي بشر اللي هو حاسدك ولا ما عرفتي شنو باغي يدير. واحد النهار من الأيام جالسين أنا وراجلي، ما علينا ما بينا، وليداتي وراجلي، ومجموعين ولا خير وبخير وهانين ومستقرين، حتى كيصوني التليفون ديال راجلي. جاوب لقى خوه، المهم قالو انا في الباب د العماره، قالو انا في الباب، قالو ياك لابس حيت كان الليل، قالو مهم بحال ليا الباب ويكون خير. هبط عندو راجلي يشوفو، انا لبست عليا قبل ما يطلع لوسي، حتى كيدخل دخل بالباريزه. كانت الصدمه الكبرى، الله يا ربي الله، هذا مالو جايب باريزتو، جاي وطالع عليه الدم. سلمت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي دخلوا تما لواحد البيت، انا كانت عندي بارتما اللي هي متسعه شويه. صافي دخل البيت، جلس معاه راجلي. صافي صافي جا الساعه النعاس، كنا بقيت كنهضر انا وراجلي. قال لي راه هو غضبان. وين غضبان؟ قال لي غضبان من المراه ديالو. قلت له راه الراجل راه المراه اللي كتغضب ماشي الراجل. قال لي دابا سلك يوسف، ما عندنا ما نديرو. قلت له مالو، مشيش عند يماه. قال لي لا راه با ما يبغيش با، وعارفه هو كي داير وما غاديش يبغي. قلت له ما بالو غير حنا يجي عندنا. المهم قال لي راجلي دير على وجهي وخليه. صافي ما عندي ما ندير، راجلي كان درويش وحتى حاجه ما ترجع له في وجهه. بقات غادا الحياه هكاياك، وراجلي جالس تمايا، وتا خدمته ما كانت ديك الخدمه اللي كيبقى في الخدمه بزاف. كان قنطني صراحه، قنطني بزاف، واخا هو ما كيدورش حدايا، ولكن مره كيكون في الصاله، مره كيكون في البيت، وانا ما بقيت عايشه حياتي في داري هانيه وبخير. من بقات الحياه غداك بحال هكاك، بقيت كنلاحظ ان لوسي كيدخل في الشؤون اللي ماشي سوقو فيا، كيدخل بحال ديك ما بين الجده والظفر. المهم قلت دابا يمشي بحالو، شحال قدو غيجلس يمشي بحالو، هو ديما كيداب زوار المرا ديالو، كيدوز سيمانه ونص كيكونوا تصالحوا. صافي قلت ماشي مشكل، ساعه ساعتو وتفوت، هو في الدار يعني في الدار ديال الخو، ماشي مشكل. صافي مشات الايام بحال هكاك بخير. نهار الاول، نهار الثاني هكاك جا راجلي، المهم جا من الخدمه. صافي الساعه ديال الساعه باش كندخلوا للبيت كنكونوا كنهضروا، قال لي شوفي راه ما ديريش داك الفطور اللي درتي البارح، راه ما كيعجبوش. اوا كيفاش ما كيعجبوش؟ قال لي ما ديريش داك الفطور، حاولي ديري المسمن وداك الشيء، راه قال لك المرا ديالو راه كيفطر مولفه كدير له المسمن وكيفطر به. اييه طلع ليا الدم، سديت فمي ما لقيت ما نقول. واخا صبرت، مشيت بحال هكاك. عاوتان واحد النهار درت لهم الحريره، حطيت داك الحريره. صافي ولا عاوتان دابا ماشي كيسكوت، لا كنسمعو كيقول راجلي ومالا كدير الحمص ما كتفركوش في الحريره. قول لها اتصل بالمرا ديالي تقول لها كيفاش كدير الحريره، الطريقه ديالها ماشي بحال هكا، خصها تفرك الحمص. الله يا ربي الله، انا ما عرفتش واش معايا مرا ولا راجل في الدار. صراحه بقيت عايشه معاه في المشاكل وقنطت بزاف. عاوتاني من ندير العشاء عاوتاني يشوفني دايره سباكيتي ولا المعجنات، هو كنسمعو كيقولوا دابا هادي ماكله هادي، واش الناس كيربيو الصح بهاد الماكله هادي، ودير لك شي حاجه توقف لك على القلب، ودير لك هادي وهادي، ودير لك الدجاج طايب واللحم، ودير لك. المهم كان السيد ما عرفتش يعني قنطها بيا ما كيحشمش. بقيت صابره حمد الله، وما قلت ما عندي ما ندير. ولكن السيد ما وقفش هنا، السيد ولا من كنكون جالسه انا وراجلي مثلا ودايرين شارين التلفازه كنتفرجوا، تصدق السيد حتى هو جالس معنا كيتفرج. وصف ديك الساعات طبعا انا خصني نلبس عليا وخصني نلبس محترمه وندير الزيف على راسي،
وليت قنطاله. والسيد كيجلس كياخد راحته. فهاد من عاد حياتي كنت منظمه غادا يعني بنظام، يعني داك يومين في السيمانه كنكون لابسه عليا سكس على الحاله، دايره الماكياج، باغا ناخد راحتي في داري، دايره اجواء، مزوقه الطابله، دايره الماكله يعني في الشكل. ولكن كلشي في حياتي تبدل. برزقني السيد كان جالس قلت سيمانه يتصالح مع المرا ديالو، دابا جالس معايا شهر، اتا لين غيوصل هاد السيد هذا. وعاد انا عندي مسؤوليه وخدامه ما عندي كندير انا نقابل يعني وليدات. رانتوما عارفين خصك تعدل لهم الماكله ديالهم ديهم للمدارس، تقابلي وليداتك راجلك. وصدق انا طالع لي تا واحد خصني نقابلو وصافي. جا الراجل ديالي المهم واحد النهار ما بغيت قلت له شوف راه هادشي بزاف عليا، يمشي عند المرا ديالو تقابلو. صافي السيد تمادى بزاف، تبقى كيقول له شوف كتسمع كيقول له اش غادي دير بها، عندك ما دير بها ما صالحاش ولا يحرشوا عليا. عاوتان السيد ما عرفتش واش كان غيران ولا ما عرف شنو. من بعد عاوتان ولا كيقول له عطيني الطوموبيله ديالها نديها، نبغى نمشي بها لهنا ولهنا. الطوموبيله ديالي كانت مزيونه وكانت عندها الطوموبيله على قد الحال. كيقول له وهي المراه ما صالحاش يكون عندها الطوموبيله، شحال دير الطوموبيل خليها لي. يعني السيد مر وراجلي اللي كان كيطلع لي الدم في راجلي كان كيسكت ما كيهضرش ساكت يد السيلونس بحال اللي عرفت انا داكشي اللي كان كيقتلني الشخصيه ما كايناش. وصافي انا عييت صراحه بحال هكاك. عاوتان كنمشي وبقى نهضر مع راجلي يقول له هادشي بزاف. عاوتاني كيقول لي صبري على وجهي. عاوتاني سمعو كيقول له حتى لدرجه ولا كيقول له طلقها اش غدير بيها. طيح عليكم هادي ماشي دخول الصحه. كنعيق عليا بزاف حتى لدرجه كيقول له واش خدامه علاش خدامه، راه المراه خصها تكون في الدار والمراه المراه البلاصه ديالها في الدار. المهم السيد كان خارج عليا مره وزيد كملها ويجملها قوه ما هو كيحمق غير على الماكله البلديه وداك الشيء. واحد النهار ما بغيتش ندير الرغايف كما كنديرو، مشي هو يمشي يجيب لي الطحين والزيت وحط حتى لقيتهم محطوطين في الكوزينه باش انا ندير له الرغايف. مشات الامور بحال هكاك وانا كنهضر مع راجلي وكيقول لي على وجهي خاي اشنو غادي نقول له. ما نقدر نقول له حتى شي حاجه، صبري على وجهي ونمشيها ونصبر. حتى واحد النهار عاوتاني جبت ولادي من المدرسه وانا ندوز للدار ديالنا. دوزت للدار ديالنا جلست تمايا بقيت جالسه مدوزه النهار في دارنا حتى يصوني لي. اويلي هذا مالو صوني لي صدق راجلي يبان الله عاطيه النمره ديالي. تصوني لي كيقول لي راه انا جيت للدار واش دايره شي حاجه الماكله ما ناكل. يا ودي هادشي هاد الدرجه كلها وصل ليا. قول لي انا ما عندي والو شي حاجه من الزنقه او صافي بحال بقى كينغمر ما كنفهمو شنو كيقول. صافي عاوتاني في الليل كنت مخنوقه انا ما نقدرش نهضر مع راجلي دابا المشكل تاع الليل. عاوتاني في الليل قلت له واش هادشي واش على السيد مصونيلي ما يصونيليش. انا خوك راه شرعا ما دايزليش، انا شرعا ما خصوش هو ماشي المحرم ديالي وخصو شي خويا يصونيلي في التليفون يهضر معايا اش بيني وبينه ما يهضرش معايا ما يجلسش حدايا وانا كاينه. ها انا مرا هو راه بعيد عليا راه ما كتفهمش هادشي راه بزاف راه ما كاين لا في دين لا حتى شي حاجه. لا سيدي يجي جالس حدانا وحنا جالسين يحترم راسو شويه. انا راه مراسخو انا راه محرمه عليه وراجل اللي كنعيا ما نهضر هو والو كيطيح عليا غير الصبر 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 الصبر. شفت السيد بقى هكاك ما بغاش يحشم ميكت عليه وليت ما نديهاش فيه ما كان كيهضر ما كنجاوبش عليه. المهم ما كنخلوك بحال اللي ما كاينش. صافي ميكت عليه مزيان. داك الساعات من شافني انا ميكت عليه من شافني ميكت عليه بزاف السيد بدا يطلع له الدم ولا كيحرش عليا راجلي كثر من اللي كان كيقول الله الله على زهر عندك دابا هادي مرا مزوج بيها. والسيد راه عارفني كنسمعو ما مسوقش كيقول والله ساليتي معاها والله الا انا نعطيك الصداق وانا نزوجك بلا لا فين زبان هي. وكيحرش فيه وكيهضر فيه وراجلي ساكت زعما بحال اللي ما عرفوش كيهضروا على شي حشره ولا ما نعرف شنو. ونتخاصم مع راجلي ونغوت ونقول له ماشي حشومه وكتسمعوا كيهضر فيا وكذا وهذا بقى يصبر فيا ويهضر معاوي ويرغب فيا والاخر كيسمعني كنتناقش انا وياه حيت صافي. يعني شايف انني كنوض المشاكل انا وراجلي وكندابز انا وراجلي حيت صافي حتى ديك الشيء ما قبلتش عليه. هو كيهضر في الدار ديالي وكيهضر فيا ونوض دابس انا وراجلي وبديت نغوت حتى لدرجه راجلي حتى هو بدا يغوت. هو عاد كيعجبو الحال النيت كيعجبو الحال وقال لي كيقول لي شنو غندير انا نقدرش نجري على شي واحد من الدار ديالي هذا خاي ما يمكنش ما يمكنش انا ندير خاي ما يمكنش. صافي طلع لي الدم انا مشيت للدار ديالنا لا غدا مشيت لدارنا صافي قلت انا ما قداش مازال نزيد نصبر.
للدار. صافي جا عندي الراجل ديالي ولا عاوي تنعتذر مني، قال لي والله تنشوف الحال غياجي، انا غنشوف الحال كيفاش ندير. تكون اخر مره. صافي صافي هضروا معاه اعتذرنا، قالوا له راهي زعما شرعا ما خصوش يجلس معاك، هو راه عنده مرا ديالو، عنده الدار ديالو، هادشي ماشي معقول. تا هو اعتذر منهم، قال لهم عارف ديفو فيا وداك الشيء، ولكن والله الا راه وجهي غلبني. ويمكن بحال هاد الاشياء بحال هكا من كيكونوا الخطره كتجي القضيه شويه قاصحه وصعيبه. وصافي جا رجعني. بقات غادا الامور بحال هكاك. اليوم يقول يهضر مع خوه، غدا يهضر مع خوه، بعدو يهضر مع خوه شي هضره ما كانت. بقى كيحزر فيا وتيدوخ فيا وصافي وكذا. وصافي وزيد صبرت شويه، ولكن السيد تمادى بزاف. السيد ولا كيسرد لي الشهوات في الواتساب باش نتعلم منهم ونديرهم له، وزيد ولا كيسخرني طيبي لي قهوه طيبي لي اتاي. ونكملها لكم الطامه الكبرى شنو دار. وجاب لي صحابو للدار، جاب لي صحابو للدار وجاب لي فروج وقال لي طيبي راه عندي الضياف. جاب لي فروج عباد الله كان عايقتني بالفقصه، كان عايقتني بالفقصه. صافي بغات غادا الامور عاوتاني بحال هكاك. وصبرت هاد المره هادي. هو جا راجلي تجيو فيه واحد الخدمه فيها واحد السفيره، قال لي راجلي المهم غنمشي واحد 3 ايام راني مسافر الخدمه من الخدمه. قلت له كيفاش غتسافر تخليني انا وراجل انا وخوك في الدار؟ ما يمكنش. قلت له اذا رضيتيها انت على راسك انا ما رضاهاش على راسي، ما رباونيش الوالدين ديالي على هذا الشيء. لا رضيتي على راسك تمشي وتخليني مع خوك انا بوحديتي في الدار، ويبقى يديني ويجيبني يجيبي لي هذه ديري لي هذه وجالسه انايا مع خوك، انا ما رضاهاش على راسي اخويا. قال لي عارفه اش غديري؟ ديري اللي بغيتي، شوفي الحل انت. انا هزيت يدي الفوق، انا ما عندي ما ندير له. شوفي الحل انت. قلت له صافي نشوف الحل. قال له لا غير شوفي الحل، انا غنطفي النمره اللي ديال اللي كيعرفها كلشي د العائله، غنخلي غير النمره د الخدمه فيها اتصلي معايا بها، هو راه ما عندوش. قلت له هي صافي. قال لي صافي. ايوا تما بدات الطيطه ديالي. قلت له اليوم والله لا حليت له البيع. اول حاجه درتها مشيت جبت المعلم وبدلت لك داك اللوبه درتها. صافي جا بغى يحل الباب، ما تحل. تيبدا يدق دق شكون؟ قال لي حلي الباب. ما الباب بغات يتحل. قلت له ما نحلهاش يا خوك، ماشي انا مسافر، انا ما ندخلش الراجل ماشي محرم ديالي للدار. قال له قلت لك حلي الباب، مالي الدار ديالك ولا انا ما نجي جاي للدار ديالك. الدار حقك راه عند باك ماشي هنايا. قلت له كيفاش حقك؟ قلت له هذه الدار دراجتي وداري وفيها اولادي. قلت له ما نحلكش اخويا، انا راه ما غنحلك لا اليوم لا غدا. بقى كيفرح في الباب والجيران كيطلعوا عليا تما، الجيران ولاو يحلوا ويطلعوا. قلت له شوف والله ما مشيتي بحالك تنشوف الحل معاك. قال لي شوفي الحل ديري اللي بغيتي. قولي شنو دا؟ مشى اتصل بيماه واختو. اييه وجاو يماه واختو بداو لي تما في الباب نهار كله، هما يعساتين تما في الباب. وجايه مو كدق كتقول لي خرجي يا اللفعه، حلي الباب يا اللفعه، الدار ديالك الدار د ولدي، الدار ديالك دار ولدك. والو كنقول راه انا ولدك اللي مفرضين فيها اصلي داري ودار ولدك وولدك راجلي، ولا باش لا ما بعدتوش مني اليوم راه الجيران شهود والله تنجيب لكم المخزن اليوم. ايوا ما يسمعوا المخزن همدوا شويه. صافي وانا نمشي نتصل به. قلت له شوف وحده من الجوج، داركم يا تصوني لهم يمشيو بحالهم من الباب، راه غادا تصوني المخزن. يجي قال لي ناري وما تصونيش المخزن، ديري اللي بغيتي الا المخزن لا ما تصونيش ليلو. قلت له شوف دابا قول لي الحل، يا المخزن يا باك. قال لها واش غديري؟ صوني البا ما تصونيش المخزن. وبا كان الله عمر هدار، كان انسان حقاني متقي الله عزيزه عليه. كيشوفني كنخدم مع ولدو، يعني مربيه وليداتي احسن ما يكون. المهم انا الاب ديالو كنت عزيزه عليه، وكان انسان حقاني بزاف. وديك الخوات د ولدو كان طالع له فراسو. ديك الخوات د ولدو كل مره جاي غضبان عاود يعني ما كانش راضي اصلا على ولدو كيديرك بحال هكاك وجاي غضبانك بحال المراه. صافي ما بغاوش. قلت لهم دابا انا نشوف لكم الحل، ما بغيتوش تبعدوا مني مهجمين عليا. وانا نصوني لباه، صونيت لباه بديت نبكي. قلت له شوف راه المراه ديالك وولدك وبنتك هما جالسين محيحين عليا هنايا في الباب. ودرت الصوت قلت له ها حطيته على الباب. قلت له سمعها هما كيغوتوا دابا، هما ما كيعرفينيش مع من كنهضر، وتا كيسمع الغوت تخلط عليا شيخي. دار فيا خير كبير. قلت لكم غير كيوصل كنسمع السكات كيديروا في راسهم ما دايرين والو بحال اللي عمر شي حاجه ما كانت. المهم دق عليا شيخي، حليت الباب حيت انا عارفه يعني هو غادي يحميني منهم. حليت الباب قال له ما عرفتش غديروا، دخلوا نتفاهموا لداخل. دخلنا لداخل. انا صراحه طربت حدا شيخي حيت انا كيبانوا لك بحال العصابه عليا. قلت له شوف هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين. قال له هو لا
انا ما كنقول لا والو، ما كندير لا والو. قالوا انت اش جاي كدير هنا؟ يا قليل العفه، يا قليل الترابي، واش انت يا راجل بن حيتك وجاي غضبان عند خوك؟ واش انت عباد الله دايما غضبان؟ واش هكا كيديروا الرجال؟ وقال لمراتو انتيا حسابك في الدار ماشي هنايا، متبعه لي هاد الفاشل د ولدك وبنتو عاوتاني خاصم عليا. قال لها انتيا ما كتعرفي كتفرقي ما بين الخير والشر، جيش بغيتي عندها تبغي اللي يدير لك بحال هكا؟ قال لها عمرها سلعه وكان انسان حقاني، هو كيغنزر فيا وكيشوف فيا هكا وكيدير ليا بعينو. ها قلت له شوف 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 كيدير لي، ها هو كتحايلف عليا يا اختي. هو يشبرو يعطيه واحد الصرفيقه برد لي قلبي. هو ما كانش كيقدر يهز عينو في با كان تبارك الله كلمه لكلمه، وكان انسان قاصح. صافي كنت تهنيت منه ودرت الحل ومن تم. ومهم هو ملي بقى كيتعاكس كيقول انا ما داير والو، وانا نجبد التليفون قلت له اجي تشوف ها شنو كيسرد لي، ها هو كيقول لي دير هذه، ها الميساجات ديالو، ها الاوديوات ديالو. قال له يا قليل العفه، سير هضر مع مراتك، تهضر مع مرات خوك عليك بالتيقار. يا قليل الدين، كون كنتي تعرف في الاصل وتعرف في الدين ما تهضرش مع مرات خوك عليك بالثقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي نبرد لي قلبي، شنقول لكم برد لي قلبي بمعنى الكلمه. كانت هادي حكايتي، وجا راجلي وكان بقى هو معاهم بعيد، واخا جا بقى كتنقول عليه امو كيقول لها انا ما عارف والو، ما داير انا ما درت شي حاجه، انا ما عرفت حتى شي حاجه، وزيدوا ما تخشيونيش في هاد المشاكل ديال العيالات. وصافي هو يرجع لمرته وداك الشيء، وانا ما عرفت حتى شي حاجه وانا ما درت له والو، خرج من باب واسعه. او صافي انا كانوا نفخوا عليا وبقاو مده ما كيهضروش معايا، ملي كيعيطوا لي ما حتى شي حاجه. هو يصوني لي مسكين شيخي وقال لي علاش ما كتجيش، توحشنا الوليدات، علاش ما كتجيش، وهادي داركم هادي كدا. ورغبني وصافي بدلت انا الساعه الاخرى وجيت ورجعت المياه المجاريه. واخا عكوزتي ما بقات دايره، ما بقاتي معايا كي كانت، ولكن المهم ربحت راحتي، وراحتي هي الاولى. واللي بغات تقلق مني العام طويل، المهم راحتي ربحتها. وكانت اخوتي هذه نهايه القصه كي جاتكم. انتقام صراحه خطير بزاف. ومن عندي انايا صراحه انسان خاص الصبر، ولكن اذا كان هو في شي ظروف اللي خايبه، اما انا كان جاي وعنده المراه ديالو في مدينه وحده وعنده داروم وخلى داروم وجا عند مرات خوه وكان بحال هكا، ولا جا خصو يكون درويش وانسان مؤدب ويكون شاد بيتو. المهم المهم النهايه كانت مزيونه، ونتمنى تعجبكم القصه.